سلام البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عالم ميار. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وفي افضل الاحوال. الفيديو ديال اليوم عباره عن وصفه تحليه بحجم عائلي بمذاق الموز، كتجي لذيذه بزاف بمكونات جد بسيطه. نخليكم مع تتمه الفيديو، فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. فبالنسبه للطبقه الاولى اللي غتكون القاعده نتاع التحليه، غادي نحتاجو 4 ديال البسكويت. بامكانكم تستعملوا اي نوع عندكم. من بعد غادي نوريكم اين نوع استعملت. فهنا غادي نضيف له واحد المعلقه كبيره نتاع الزبده اللي تكون دايبه. نحاول انني نرمل داك الخليط مزيان حتى تدخل ديك الزبده وتجانس لنا مزيان مع داك الصابلي. بامكانكم تستعملوا 2 معالق الزبده ولا تستعملوا الكميه كامله زبده. انا مكيعجبنيش داك المذاق القوي الزبده، لذلك استعملت ملعقه كبيره فقط. وغادي نكمل بالحليب تقريبا 2 المعالق كبار اللي غادي نجمع بهم الخليط. فكيف ما قلت لكم الزبده اولا الحليب كيبقى على حسب الاختيار، بامكانكم تضيفوهم بجوج كيف ما درت. فالا ضفتوا الزبده بوحدها غادي يجيكم الخليط مرمل، ضفتوا الحليب بوحدو غادي يجيكم الخليط معلك. فاش كتضيفوهم بجوج كيجيكم المزيج بيناتهم بجوج، كتجيكم واحد القاعده اولا واحد الطبقه اللي زوينه بزاف معلكه وفي نفس الوقت مرمله. بامكانكم هنا تضيفوا اي نوع من المكسرات عندكم. هنا حيدت الفرشيطه وكنجمع بيدي باش نشوف واش الطبقه تجمعات ولا لا. غادي نضيف هاد شويه د الحليب وصافي غادي نحبس، وبهكا غادي تكون الطبقه اولا القاعده الاولى عندنا واجده. انا استعملت هذا النوع نتاع الصابلي، تقريبا هز معايا 4 نتاع الباكي. نتوما بامكانكم تستعملوا اي نوع الصابلي عندكم. فهذا بنكهه الكوكو كيجي زوين وكيتواتى بزاف مع البنان. بامكانكم تستعملوا كيف ما قلت لكم اي نوع عندكم، والكميه على حسب المول اللي غادي تستعملوا. انا تقريبا هنا عندي المول القطر ديالو 18 سنتيم. مباشره غادي ناخذ المول اللي غادي نمونطي فيه، كنحطو فوق طبق التقديم اللي نقدم فيه التحليه. كنحاول انني نثبت وفي نفس الوقت كنطلع الجناب بهذه الطريقه، حيت بغيت التحليه الحواف نتاع القاعده باينين. ما بغيت القاعده وداك الصابلي يجي باين في التحليه، ما بغيتوش يجي يعني كطبقه فقط هكايا تجي من التحت وصافي. لا، بغيت دوك الجناب يجيو باينين. كنتمنى الفكره تكون وصلت. فكنحاول انني بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا بديك الحركه نتاع اليد انني نطلعوا الجناب واحد شويه، وفي نفس الوقت كنقادهم باش يجيو في مستوى واحد، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. غناخذ واحد الزليفه ولا كاس اللي يكون هكايا عنده القاعده ديالو شويه عريضه، وكنحاول انني نضغط وفي نفس الوقت كنضغط على دوك الجنيبات وكندير يدي بخارج المول باش ما يتحركناش ويضيع داكشي كامل اللي صايبنا. وراه ديك الطبقه كتمشي معنا بكل سهوله، يعني بداك الحليب اللي ضفنا ما كتشكلناش شي صعوبه. وبهكا نكونوا سالينا الطبقه الاولى وندوزو باش نحضروا الكريمه. فهنايا غادي نحتاجو الحليب نصف لتر ما يعادل 500 مليلتر من الحليب. غادي نضيف له واحد الكيس من فلون بنكهه الكراميل. فانا هنا استعملت الكيس الكبير اللي كيكون معاه السكر. نتوما من الافضل تستعملوا الصغير، انا متوفرش عندي. فهداك ضيفوا معاه معلقه كبيره فقط نتاع السكر باش ما تجيكمش الحلاوه كثيره في التحليه. ضيفوا علبه وحده صغيره. غادي نضيفوا معلقه ونص كبار نتاع الكريم باتيسير. بامكانكم تعوضوه بالنشا كما بامكانكم تعوضوه بالدقيق. غادي نخلط بارد في بارد كيف ما العاده مزيان حتى يذوب لي داك الكريم باتيسير ويذوبوا دوك الفلون وما يبقى لناش الحبيبات. وغادي نردوهم على عافيه متوسطه مع التحريك المستمر حتى يغلى لنا الفلون بالطريقه العاديه ويتقال ويعقد. ومباشره غادي ندوزو باش نكملوا باقي المراحل. فهنا غادي نحتاجو الكراميل بنكهه الشوكولا اللي غادي نحتاجو له 7 ملاعق كبار نتاع سكر سنيده. بامكانكم يعني تعبروا بالكاس، ولكن انا كنعطيكم هنا التقريب. وغادي نضيفوا دانيت بنكهه الشوكولا من بعد ما غادي يذوب لنا السكر ويولي كراميل. فبزاف د الاخوات كيقولوا لي انهم يعني هذا الكراميل كاين اللي نجح معاهم، كاين بعض الاخوات اللي ما كينجحش معاهم. كاين عده اسباب، يا اما الكراميل ما خليتوش السنيده طيب مزيان واخا خطفتوها يعني تحرقات،
وكتبان لكم انها طيبه وهي راه ما طيباش، وفاش كترميو الدانون عليها كتحجر لكم، ودوك الكريكبات ما كيبغيوش يوليو يطلقوا. يا اما كتحرقوا السكر من الاول، وفاش كتضيفوا الكراميل او لا دانيت بنكهه الشوكولات كيدوب معكم، ولكن تجيكم المذاق د المروره. فدائما كسرونه تكون ما كتلصقش، وحاولوا انكم ما تحركوا لا بمعلقه لا والو حتى تضيفوا الشوكولات. ودائما ميلوا الكسرونه غير هكايا، يعني ما تحركوهاش بشي حاجه الوسط. والكراميل خصو يطيب على عافيه مهيله. كيف ما كتشوفوا انا كنشاركو معكم مباشره اكثر من ماشي مره، ماشي جوج، ماشي ربعه. كنستعملو انا بزاف التحليات كيجي المذاق ديالو حسن من الكراميل الجاهز. فكيف ما شفتوا انا من بعد ما حيدته من على النار ضفتلو معلقه صغيره نتاع الزبده. كما بامكانكم تضيفوا له حتى معلقه كبيره، فعلى حسب الا جاكم عاقد فوتوا فيه شويه الطياب ولكن ما تحرقش، بامكانكم تضيفوا معلقه كبيره نتاع الزبده. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما نضج الطبقه الاولى ديال الفلون والكريم باتيسير، وهذا هو الكراميل ما لصقش معنا. فغير عطيوه الخاطر، وان شاء الله غادي ينجح معكم الا تبعتوا هذه النصائح والارشادات. فهذه هي الطبقه كيف ما كتشوفوا ديال الفلون والكريم باتيسير. كنحركها حيت كيف ما كتعرفوا ردينا الكراميل باش طاب. ضروري ما هنا واحد الطبقه ولا واحد القشره على الوجه ديالو. وغادي نحتاجو جوج نتاع البنانات يكونوا بحجم متوسط، وغادي نحتاجو علبه من نفس البسكويت اللي ضفنا في القاعده. بامكانكم تضيفوه كما بامكانكم تستغناو عليه، ولكن كيعطي حتى هو واحد اللذه، كيزيد يعز لنا داك المذاق ديال الكوكو. مباشره غادي نضيف الكراميل وهو سخون للخليط. حاولوا انكم تضيفوا الكميه كامله، حيت فعلا هاد التحليه كتجي لذيذه، خصوصا داك الكراميل مع مذاق الموز والكوكو كيتواتاو بواحد الشكل اللي زوين بزاف. فمباشره غادي نبدا نخلطهم باش يتجانسوا لي مع بعضياتهم بمساعده الفوي. فالعمليه جد سهله. كنتمنى ان الطريقه تكون مفهومه والشرح يكون مبسط لجميع الاخوات. واي اخت عندها اي سؤال او استفسار ما تنساش تخلي لي في التعليقات، وغادي نجاوبكم ان شاء الله باذن الله. كنقرا تعليقاتكم كاملين. مباشره غادي نحيد الفوي ونستعمل السباتول، حيت هي اللي كتخليني نتحكم في الجناب كاملين كيف ما كتشوفوا، باش الكريمه يجينا فيها لون واحد، ما يجيوناش اللون الصفر مع اللون الكراميل. كنحرك مزيان مباشره من بعد ما نتاكد بان القناة والكريمه كامله تجانسات وتخلطت مع بعضياتها. غادي نضيف هنايا البنان كيف ما كتشوفوا، ومباشره غادي نحرك واحد شويه باش يتجانس لنا البنان مع باقي الكريمه. وكمرحله اخرى غادي ناخذ هذا الخليط ونطحنه مزيان باش يطحن البنان ويتجانس مزيان بطريقه اكبر واكثر مع الكريمه، وما يبقاوناش طريفات. حاولوا انكم تطحنوه مزيان. فحاولوا تاكدوا ان الطروفه ما بقاوش كاينين بزاف، ما بقاوش باينين. وعلى حسب الاخوات اللي بغاو ان الطروفه يبقاو بامكانكم تطحنوها غير واحد شويه. فالخليط كيكون ما تقيلش بزاف وفي نفس الوقت ما جاريش بين وبين، باش نزيدو اننا نعقدوه ويجي عاقد. كيف ما شفتوا حنا ما ضفناش كميه كبيره ديال الكريم باتيسير، ضفنا غير معلقه ونص. فباش الخليط يجينا عاقد وشاد راسو غادي نضيفو اضافه اخرى اللي غادي تكون واحد 3 المعالق كبار نتاع النشا. غادي نخلطوه مع 2 معالق كبار نتاع الحليب حتى ما يبقاوش الحبيبات، ونتاكدوا على انه ما بقاوش التكتلات. كنحركو وكنوضعوهم على النار لمده 5 دقائق غير كتعقد لنا التحليه وديك النشا كتبدا تجمع لنا الخليط. كنحيدو من فوق النار ونتلاقاو باش نكملوا باقي المراحل. فكيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما تقل الخليط بهذا الشكل راه سخون بزاف، مباشره غادي نضيف له ديك العلبه نتاع البسكويت اللي طحناها حتى هي. بامكانكم انكم تقطعوها وتخليوها قطع فعلى حسب الرغبه. كنخلط مزيان باش يتجانس لي داك الصابلي مع باقي المكونات. بامكانكم تضيفوا لا عندكم الكراميل يعني حبيبات، كما بامكانكم تضيفوا اي نوع من المكسرات. بامكانكم تضيفوا هنا قطعه من الموز على حسب الرغبه. هنا مباشره غادي ناخذ الصحن اللي وجدنا فيه الطبقه الاولى وغادي نفرغ التحليه بهذه الطريقه. مباشره غادي نخليه هنا في سطح العمل حتى يدفى ونحطه في الثلاجه حتى يبرد على خاطرو من ساعه حتى 4 سوايع على حسب الرغبه. وغادي ندوزو باش نشوفو الشكل النهائي نتاع التحليه.
فهذه هي التحليه بعد ما خرجتها. زينتها هنايا بقطع من الموز وزينتها باللوز ايفيلي اللي حمرته. فالتزيين دائما كنقول لكم على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر في المنزل. كنتمنى من كل قلبي ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا هذه الوصفه، حيت فعلا كتجي لذيذه بزاف. مذاق الموز مع الكراميل كيتواتى بواحد الطريقه اللي زوينه ورهيبه فعلا. تحليه راقيه شكلا ومذاقا. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج وتابوناو في لاشين الا كنتو اول مره تزوروها، وتشجعوني بلي لايك ولي كومونتير ديالكم. استودعكم الله.